الكردي عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. دكتور كرم ازاي حضرتك؟ اهلا كابتن كريم، ازيك يا حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله تمام. كله تمام؟ ماشي الحال الحمد لله. حضرتك تعبان ولا ايه؟ مال صوتك؟ لا لا ابدا، بس عشان صاحي بدري وجيت القاهره بدري وكان عندي شويه شغل كده. يمكن بس شويه اجهاد. لا الف سلامه على حضرتك كده ان شاء الله، يعني ما يكونش في اي حاجه. لا تحت امرك يا حبيبي. لسه من شويه كنت بقول كده خبر على كابتن سمير، كنت عنده في المستشفى. فبيقول لي يعني انا زهقت يا كريم، انا الضغوط كتير، الجو وحش، فبفكر كده ان انا ما اكملش الفتره اللي جايه. شايف ممكن ده يحصل يا كابتن كرم يا دكتور كرم، ولا يعني ممكن يكون حاجه بس مزعله كابتن سمير مؤقته والامور تمشي عادي بعد كده؟ والله يعني انا ما اقدرش اقول لك او لا. لكن هو بلا شك ان الجو صعب، في ضغوط ما فيش كلام، لان اساسا البلد كلها فيها ضغوط، بس يمكن في اتحاد الكوره زياده لان ما فيش نظام. فعشان كده اي حاجه حتى لو مشكله صغيره بتبقى كبيره. يعني ما فيش تفاهم في المجلس الى حد ما. فطبعا ده ممكن بلا شك انه يمثل ضغط على سواء الكابتن سمير او علينا احنا كمان. طب اشمعنى يعني انتوا دكتور كرم حضرتك كنت بره الاتحاد ولسه يعني ناجح طبعا الفتره اللي فاتت بالانتخاب ودخلت كعضو مجلس اداره، هل فوجئت او صدمت بالاوضاع داخل اتحاد الكره؟ يعني انا كنت عارف ان في اوضاع فيها صعوبه، لكن يمكن لقيتها اكثر مما كنت اتخيل يعني. ومحتاجه مجهود كتير علشان الامور تبقى في نصابها. ايوه. فده طبعا ممكن يمثل ضغوط، لكن احنا بنحاول. وطول ما احنا موجودين لازم نحاول، ولازم يبقى عندنا امل، اما لو ما عندناش امل يبقى ما نعيش. يعني شايف لسه مش قادر تحكم هل ممكن ده يحصل ولا ما يحصلش يا دكتور؟ بالنسبه لكابتن سمير، بالنسبه لكابتن سمير اعتقد هو اكثر واحد اضرب بظروفه. انا عارف ان حضرتك قريب جدا منه وبتتكلم معاه كتير، مش عارف حضرتك اكيد زرته في المستشفى الفتره اللي فاتت. انا زرته. ما اتكلمش معاك في حاجه زي كده؟ لا احنا اتكلمنا اخر مره في ان يعني لازم الامور تهدى، ولازم يبقى في تنسيق وعمل جماعي، ولازم يبقى في ملفات عند كل واحد في الاخر تصب على رئيس الاتحاد. يعني بمعنى اصح يبقى في نظام اللي الكل يحترمه والكل يعمل بيه، يبقى في نوع من الشفافيه والعمل الجماعي. واعتقد ان ده لو تم ممكن يحل مشاكل كتير. حضرتك طالبت باسقاط اتحاد الكوره وانا اتفرجت عليك مع كابتن شوبير في برنامجه. لا في فرق بين طالب اسقاطه، ولكن طالبت بان لو استمر الحال كما هو عليه ومفيش تفاهم والتجاوزات الموجوده ما تمش تصحيحها، وفضلت الامور في غموض ما فيش شفافيه، وفضل طريقه العمل بالفرديه، فاعتقد ان يبقى احسن للكوره واحسن الانديه وكل حاجه وللمسابقات. طب انا شايف ان المسابقه يعني الامور بتسوء اكتر يا دكتور كرم، كل شويه تاجيل كل شويه تاجيل. ماتش الاهلي والاسماعيلي بدون مبرر اتاجل، ان بكره الزمالك والمصري برضه انا مش شايف له مبرر. يعني ليه ما بقاش قوي كاتحاد كوره وكامن او كداخليه واقيم الماتشات والتزم باللائحه وبالعقوبات يا دكتور كرم؟ انت كده بتفتح فرصه بقى لعدم التكافؤ ما بين الانديه، وده يتكلم وده يقول لك اشمعنى وده يعمل، فدي انا شايف بتعمل مشكله في المسابقه يا دكتور كريم. احنا مش عايزين نتكلم كلام لمجرد النقد وخلاص. ده اتحاد كوره ضعيف، ده امن مش عارف ايه. هو انت عايش في بلد تانية ولا ايه؟ لا عايشين في نفس البلد وعارفين المشاكل. واضح ان انت عايش في بلد تانية. ليه يا دكتور كرم النهارده الماتشات اتلعبت من بدري وانت عمال تتكلم، واخد بالك؟ يعني عارف، ما هو انت ايدك في ميه بارده زي ما بيقول. واخد بالك؟ فسهل قوي ان الواحد يبقى ناقد، وسهل قوي ان الواحد يتكلم، لكن صعب قوي ان الواحد يحل في مثل هذه الظروف. انت شايف ظروف صعبه جدا، بتقول اتحاد كوره ضعيف في ايه؟ ايوه طبعا ضعيف، ان المسابقه ما بتتمش بشكل كويس، ما دي حاجه كلنا شايفينها يا دكتور كرم، وحضرتك قلتها من شويه لسه. المسابقه دي بتاعتنا لوحدينا، يعني في امن مشارك معاك فيها، في امن مشارك وفي جمهور تمام بعضه غير واعي مشارك فيها. لما احنا نيجي من باب للطاق كده نأجل او نيجي نغير مواعيد ماشي،
يبقى احنا كده بنكسر النظام، او احنا بنبوظ طب معلش ممكن تسمح لي بحاجه بس اقولها لحضرتك؟ اتفضل يا حبيبي. ان اساس الازمه اساسا عقوبه الشماريخ اللي اقرها اتحاد الكوره وما عرفش ينفذها. لا، مين اللي قال لك ان احنا ما عرفناش ننفذها؟ الامن اللي ما عرفش ينفذها، مش احنا اللي ما عرفناش ننفذها. طيب حضرتك قبل ما تاخد قرار الفكره ايه؟ يعني ايه قبل ما ناخد القرار؟ يعني قبل ما تاخد قرار في اتحاد الكوره هو قبل كده ما اتنفذتش. لا اتنفذت، بس طيب. مش قادر تطبق دلوقتي موضوع الماتشات اللي من غير جماهير. لما جيت في ظروف استثنائيه في البلد. حلو، لما جيت تصطدم بالاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري مش قادر تنفذ. مين اللي قال لك انا مش قادر؟ ما هو دلوقتي الوايت نايتس بتطلع والمؤسسه العسكريه اللي مش قادره تنفذ، مش احنا. انت خايف تتكلم، يا تتكلم صح. ما احنا بنتكلم اهو يا دكتور كرم، بنتناقش مع بعض. لا ما بتتكلمش. هو احنا اللي اجلنا؟ ها؟ لا الامن اللي اجل. طب الامن اللي اجل، والامن رماها عند بس عقوبه الشماريخ هي السبب. المؤسسه العسكريه راحت معتذره. حلو، بس عقوبه الشماريخ هي السبب، هي اللي حطتكم في الموقف ده. لا، او حطت الدوري في الموقف ده. لا هو لو الامن قادر ان هو يسيطر، والبلد لو في ظروف طبيعيه كل حاجه هتتم عادي. ماشي، ما عقوبه الشماريخ اتحطت والبلد مش في الوضع المستقر، فانتوا كنتوا لازم تدرسوا العقوبه بشكل احسن عشان تقدروا تعملوا العقوبه او تنفذوا العقوبات اللي انتوا بتاخدوها. عارف لو ما كناش عملنا كده كنت انت نفسك هتطلع تقول ايه؟ لا ده لا انا ما بفترضش، انا بتكلم في الواقع يا دكتور كرم دلوقتي. لا معلش، ما هو الواقع ايه؟ الواقع بالكلام حاجه والواقع بالفعل حاجه ثانيه. احنا لو قلبنا الكراسي وانا جيت مكانك ماشي هقعد برضو اقطع واقول وافتي وكل حاجه. طب اذا كان حضرتك دلوقتي جوه اتحاد الكوره ومش عاجبك الاداء ومش عاجبك وبتتكلم، يعني الكراسي حضرتك حتى لو ما غيرناش الكراسي حضرتك برضه تنتقد القصه. انا بتكلم على حاجه ثانيه خالص. انا ما جيتش جنب المباريات ولا تاجيل المباريات. تمام. لجنه المسابقات من اول السنه وهي عادله في كل قراراتها. اذا كان جه اتعدل موضوع الشماريخ لان الانديه ده بناء على طلب الانديه وبناء على طلب الامن واستجابه اتحاد الكوره. هي المشكله كلها دلوقتي في الماتشين. هتعملوا ايه طيب في الماتشين يا دكتور كرم؟ تعرض انت رحت قايل كل الاحتمالات. تمام ان لو الماتشين اتلعبوا من غير جمهور الاسماعيلي والمصري هيزعل. بالظبط. ولو اتلعبوا بجمهور يبقى الجمهور فرض رايه ومش عارف ايه. بالظبط. ويبقى اختلف. ما احنا برضو بنفكر زي ما انت بتفكر. تمام. والله لما طيب ما انا حاطط نفسي مكانكم اهو بفكر زيكم يا دكتور كرم، مش بنطلع نقول اي حاجه يعني. لا ما انت بتحط كل الاحتمالات. بالظبط. الحل بقى حط الحل. لا الحل بقى عندكم انتوا ناس مسؤولين، انتوا اتحاد الكوره. احنا لما جينا يوم الاهلي الاسماعيلي حطينا الحل اللي احنا شايفين ان هو مناسب. جاء بعد كده حصلت احداث امبارح يعني ممكن تكون ليها تأثير في ماتش الزمالك والمصري بكره. تمام. وجايز حتى لو ما حصلتش كان ممكن برضو الوايت نايتس يصمموا على اللي هم ناويين يعملوه. حلو، هل الامن ما يقدرش يمنع الوايت نايتس والالتراس؟ والله ممكن قوي، اكيد عندك نمر انت الداخليه كلمه. بنحاول والله نكلم حد ما حدش بيسال فينا. صح. اذا كان الامن قال لا والمؤسسه العسكريه اعتذرت عن الماتشات تتلعب في الكليه الحربيه، احنا كاتحاد كوره هنعمل ايه؟ لا دي مش بتاعتكم، اتحاد الكليه الحربيه رفضت، دي مش بتاعتكم بس. فهي في الاخر احنا والماتشات اللي اتلعبت النهارده يعني الحمد لله الامور مشيت بدون اي مشاكل. هو يعني ماتش في السويس، ماتش في في اسكندريه الاتحاد السكندري ومباراه جماهيريه الحمد لله الامور عدت، وماتش كمان المحله والداخليه النهارده، بس المحله يعني جمهورها المقاولين لعبوا وعدت، والزمالك والمقاولين لعبوا وعدت. لكن هي المشكله هم الماتشين اللي هم متاجلين بسبب اللعب بدون جمهور. ايوه ماشي. فاحنا بكره باذن الله نقعد في الاتحاد الصبح. ماشي. انا بحاول اكلم الكابتن عزمي عشان يكلم باقي زملائنا اعضاء مجلس الاداره ونقعد بكره، لان للاسف الشديد انا كنت متخيل ان هم الاتحاد نفسهم المدير مدير الاتحاد هيطلبنا عشان يقول ان في اجتماع بكره الصبح، لان انا اعتقد ان دي حاجه اهم بكتير من اي مشكله ممكن تحصل، لان دي بتهدد الدوري العام اللي هو اساس الكوره في مصر. بالظبط. للاسف الشديد ولا الاتحاد ولا كانه هنا ولا حد بيسال يعني. لكن هنحاول بكره باذن الله نتلم وربنا يسهل ونلاقي حل كويس. بشكرك يا دكتور كرم.